نعمل فراخ بانيه مقرمشة من غير ما الطبق تقع مننا خالص، ونفس الوقت مش هنوسخ اي حاجة خالص زي ما احنا هنشوف. عندنا بيضة وانا بعملها في الطبق اللي بيجي فيه البانيه عادي، وعليها فلفل. ولازم الفلفل رشة فلفل حلوة، وبحط لبن كمان بيبقى حلو جدا مع البانيه. الكثير من الماسترد، والماسترد طبعا من التتبيلة الأساسية في البانيه، أنا بحب طعمه جدا. بحط ايه كمان؟ بحط كاتشب معاه. كنت الاول بحط مثلا عسل او حاجه، من ساعه ما بقيت احط الكاتشب ما بقيتش احتاجه احط عسل خالص، عسل ابيض او اي حاجه. بابريكا، توم بودره وبصل بودره، وهنزل بحبه من الريحان بتدي ريحه حلوه برضو في البانيه معايا. وبعدين عصره من الليمونه ورشه من البيكنج باودر. والبيكنج باودر هيخلي القشره تثبت معانا وبتبقى مقرمشه يا جماعه، مقرمشه بمعنى مقرمشه. طيب هزود كمان بقى 3 معالق من الدقيق، و3 معالق من الدقيق دول عشان انا هعمل كله في طبق واحد. يعني انا هاخد البانيه لا في بيض ولا في اي حاجة، لا لا، انا هحطها في التتبيلة دي كلها، هقلبها كويس جدا زي ما هتشوفوا، وهغلف فيها البانيه وعلى البقسماط والقلي عادل. لا هوسخ بقى طبق فيه بيض وطبق فيه دقيق وطبق فيه بقسماط والعك ده كله، لا مش هنعمله، وهتطلع تحفة اكتر ما تتخيلوا. هنا قلبت المزيج ده كويس، ابتديت بقى احط البانيه كده واغلفه فيه واسيبه. عايزين بقى ممكن تزودوا شطه لو الناس بتحبها سبايسي. في ناس ممكن بتزود زبادي، لكن انا بالنسبه لي هي كده هتطرى معايا وتبقى زي الفل. تمام، انا حطيت بقى هنا البانيه وهسيبها تتبل. تعالوا بقى اقول لكم على التريك بتاعتي اللي بتخليني ما بوسخش اي مواعين وانا بعمل فراخ بانيه او حتى الاسكالوب. بجيب صينيه واحط عليها ورقه من الفويل بالشكل ده، واقوم حاطه ايه بقى، ركزوا في دي. هحط البقسماط اللي انا هغلي فيه البانيه، وهحط عليه حبه من الفيجيتار او غلطه الفيجيتار. ممكن تنكهوا البقسماط بتوم بودره وبصل بودره، نفس التوابل، وبابريكا وكده، نفس التوابل اللي بنحطها على البانيه. انا بختصر وبحط عليها رشه يعني حبه كده من الفيجيتار، واخلطهم مع بعض زي ما هتشوفوا. وهعمل ايه بقى؟ بصوا بقى، هقوم متخريهم على جنب. يعني انا هنا خلطتهم مع بعضهم، ماشي، واقوم بعد ما اخلطهم كويس خالص البقسماط والفيجيتار، هتاخرهم في جنب كده زي ما انتوا شايفين. طب ليه انا تاخرتهم في جنب؟ هتشوفوا دلوقتي. بصوا هتدعولي على التريك دي بجد. هبتدي كده اخد بقى البانيه، انا خلاص سبته يعني مش اقل من ساعة في التتبيلة في التلاجة، اوكي. اطلعه، انزل منه هي خلاص التتبيله ماسكه فيه، شايفين ازاي تقيله وماسكه في البانيهيه. اطلعه واصفيه شويه منها كده، وادخله في البقسماط بالفيجيتار في النص بتاع البقسماط، واقوم بعد ما اغلفها احطها في النص اللي جنبها. وسخنا حاجه ولا طبق ولا اطباق ولا اي حاجه خالص يا جماعه، في الاخر يعني كل ده هيترمي. الطبق البلاستيك والورق الفويل، ومفيش اي حاجه تتوسخ غير المقليه اللي هنقلي فيها البانيه بس. وادي البانيه اهو كله. هحاول اسرع لكم الفيديو شويه. احنا كل ده بنغلف البانيه، بنتاكد ان هو اتغلف كويس جدا. بصوا هنمسك كده التتبيله زي ما هتشوفوا دلوقتي. بصوا كده ركزوا، انا بمسك البانيهيه اهي، والتتبيله بخليها يعني الزياده تنزل منها، تمام. وهي اصلا ماسكه فيها، يعني الدقيق وكل الكلام ده بيخلي التتبيله تمسك فيها. اهو نفس المنظر بقى. هنخلص بقى كل البانيه كده، بصوا اهو بسيبها كده تصفي شويه، وهبتدي اتبل. بس كده هنعمل بقى كل ده، وهنتبل بقى كل الكمية اللي معانا بالشكل اللي احنا هنشوفه ده، ونسيبها في التلاجة تتشمع شوية، او ممكن في الفريزر لو مستعجلين عليها تتشمع بس شوية بصوت. مع اني اوعدكم ان انتوا لو قلتوها على طول مش هتقع منكم برضو، بس اللي يفضل نستنى شوية بصوت زي ما الكتاب بيقول، ونبتدي ان احنا نقليها. بصوا بقى، انا خلاص هنا شمعتها خلاص، ورميت الطبق بتاعي يعني حطيتها في الصينيه خلاص، وهدخلتها التلاجة. بعد ما خلصت خلاص وشلت البانيه بقليها، برمي الفويل زي ما انتوا شايفين كده. البانيه بقى بعد ما قليته، بصوا الطاسه ما فيهاش غلاف بانيه خالص واقع منها، يعني في حته صغنطوطه كده، دي حته بانيه نونو، تمام. ما فيهاش غلاف بانيه واقع خالص، طالعه مقرمشه مديه طبقه عليها حلوه قوي. بجد هتعجبكم جدا، جربوها قولوا لي ايه رايكم.